العريس مش جاي ليه؟ انتشر امبارح مقطع فيديو على السوشيال ميديا وعلى التيك توك. حقق ملايين المشاهدات وملايين المشاركات. الفيديو ده غريب جدا. ظهر فيه عروسة في يوم فرحها في الكوافير. عريسها سابها، كان صادم للجميع بسبب برنامج ياسمين عز اللي هي بتتحيز جانب الرجالة وبتقول للستات ما تندهيش لجوزك باسمه، لا قولي له ياسي، يعني لو باسمه محمد قولي له. كل حاجة باظت. وفي الفيديو بيبين ان العريس طلب من عروسته الصبح يوم الفرح الصبح انها تبقى تندهله بسي محمد، وهي رفضت. عشان كده ما راحلهاش ياخدها في حفل الزفاف وسابها في الكوافير. طبعا المشهد ده مؤثر جدا هو رن عليا وبيقطع القلب، لكن صاحبة الفيديو لعبتها صح. كلمت محمد صحيح. جاي ولا مش جاي؟ قدمت مشهد تمثيلي بيعالج موقف معين أو أحداث بتجري في مجتمعنا، لكن ده كان تمثيل مش حقيقة. كان ممكن تقدم فعلا واقعة حقيقية زي فعلا حصل بالظبط، إن في عريس اتخانق مع عروسته بعد ما روحوا بيتهم وضربها وطلقها تاني يوم لسبب تافه، إن هو طلب منها إنها برضو تقول له ياسي فلان، وهي رفضت. لكن ده مشهد تمثيلي وهي لعبت عليه ونشرته في مقطع في التيك توك وحقق ملايين المشاهدات وملايين المشاركات. بس احنا بنطلب ان لازم يبقى فيه مصداقية اكتر من كده وما تلعبوش بمشاعر الناس.